الأهلي تالت العالم. الأهلي يحصل على البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه. ماشي، ماشي، مش هنقول لأ، ما دي حقيقة. بطولة تعبانة. الأهلي تالت العالم. بجد؟ انتوا تالت العالم؟ تالت العالم من ماتشين؟ طب ازاي؟ تلعب 3 مطوشة تبقى اسمك تالت العالم؟ بطولة يعني بطولة، يعني اسمها كأس العالم، من 6 فرق، وفرقة سبعة، والفريق السابع الدولة المستضيفة للبطولة. يبقى انت كده يبقى انت تالت العالم، احسن تالت فرقة في العالم. ماشي يا عم، اخدك على قد عقلك واقول لك ماشي، انت تالت العالم. ما هي بطولة تعبانة. بطولة تعبانة، وبطولة معمولة عشان بطل اوروبا يجي نزهة كده يتفسح ويبقى اسمه ايه؟ خد كاس العالم. هي بطولة من ساعة ما اتعملت، حتى لو كان الزمالك بيشارك فيها، هي بطولة تعبانة. ما يبقاش اروح العب ماتش والتاني واخد بطولة يبقى اسمي بطل العالم. وده اللي بيحصل لبطل اوروبا. النادي الاهلي فريق عالمي. النادي الاهلي فريق عالمي. المفروض النادي الاهلي ده ما يلعبش في الدوري المصري. خلاص بقى كفايه، الدوري المصري ده تعبان. احنا عايزين بقى نروح نلعب في اوروبا، نروح الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الالماني. لا، ده اللي ينفع النادي الاهلي. ماشي يا عم البطل، ما انت البطل الاوحد والبطل المغوار. طب انت فين؟ انت فين؟ تاسع بطولة تخشها في كاس العالم للاندية. مفيش مرة، مفيش مرة وصلت للمباراة النهائية حتى، اللي هي من 3 مطوشة. يعني 3 مطوشة بس. اسهل بطولة كانت ليك المرة دي. اسهل بطولة ليك المرة دي. كسبت اتحاد جدة، والتوفيق كان ماشي معاك. يعني الحظ والتوفيق. انا ما بقولش ان الاهلي وحش، انا ما بقولش ان الاهلي وحش، بس كان في توفيق وحظ كبير ان انت كسبت اتحاد جدة وصعدت للدور قبل النهائي. لعبت فريق شوارع، فريق خماسي ما بيلعبش غير كرة خماسية، وكانت قدامك فرصة ان انت تكسب في الشوط الاولاني وما عرفتش. نزلت الشوط التاني، يعني فريق عواجيز زي ما قلنا قبل كده، فريق عواجيز. بدل ما هم اللي ينهاروا بدنيا، انت اللي انهارت بدنيا، وبدأوا يلعبوا عليك الكرة الخماسي اللي هم بيلعبوها، ودوخوك في الملعب وتعبوك في الملعب. لعب 40 سنة و34 و35 وتلاتينات، وتعبوك ودوخوك ورقعوك 2 و... و... وخلاص. راحت الفرصة المشاركة في النهائي قدام مانشستر سيتي، اللي هو بطل اوروبا، اللي جاي نزهة يتفسح، يلعب ماتش يكسب. طبعا هيلعب ماتش وهيكسب اكيد طبعا، زي ما شفنا قدام اوروارا ده ولا اوروارا ده ولا مش عارف اسمه ايه. يوصل للنهائي. لاعب فلومنسي كسبه 3 مستريح، وكسب اراوا 3 مستريح. انت تلعب اراوا على الثالث وعلى الرابع. يعني مع احترامي، يعني اللي انا شفته في اول نص ساعة، فريق اراوا ده فريق تعبان. بعبع اسيا اللي كان المذيع بيقول عنه فريق تعبان. اول نص ساعه، يعني اول نص ساعه فريق تعبان. وعرفت ان هو بيريح اللعيبه الاساسيه عشان الاجهاد. لعب 4 مطوشة متتاليه من اليابان لهنا 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 ورا بعض، وانت بتعيط من الاجهاد والماتشات المتكرره، وعايز تأجيل في السوبر. كسبت 4-2، مع انت كنت كسبان 2-0، والفرقه رجعت وبقت النتيجة 2-2، والماتش كان هيتقلب عليك. يعني الماتش كان هيتقلب عليك. جت ضربة جزاء لعلي معلول وضيعها، والماتش كان هيروح منك. يعني الماتش كان هيروح منك طبعا. بتوفيق كبير طبعا. الكورة
خبطت غيرت اتجاهها بقت الجون التالت لعلي معلول. ربنا عوضه عن ضربة الجزاء عشان الجماهير كانت هتشمطه. الجماهير الأهلي كانت هتشمط علي معلول لو الماتش راح منها. يعني الماتش لو كان راح من الأهلي الجماهير كانت هتشمط علي معلول وهتشمط اللعيبة وهتشمط كولر اللي انت كنت كسبان 2-0 والفرقة رجعت وبقى 2-2 والماتش كان ممكن يهرب منك. بس بالتوفيق بالكرة دي وطبعا قدرت تجيب الجون الرابع من طبعا يعني خلاص يعني الدنيا فتحت بقى فقدرت تجيب الجون الرابع وتاخد المركز الثالث كالعادة يعني ما فيش جديد يعني. فانت خدت تالت ما انت يعني انت البطل الاوحد انت بطل مصر انت البطل اللي ما فيش زيك انت البطل اللي معاه معلقة ذهب اللي في بقه معلقة ذهب. كل حاجة متوفرة لك كل حاجة متيسرة لك اي حاجة بتحتاجها بتجيلك على طول. يعني اي حاجة يعني انت اللي معاك كل حاجة. الحنفية مفتوحة لك على الاخر. الحنفية مفتوحة لك كده على اخرها. فعادي بقى برطع براحتك اعمل اللي انت عايزه. طبعا الاهلاويه عمالين يزيطوا علينا احنا كزملكاويه وانتوا فين وانتوا مش عارف ايه. طيب أي ماشي. احنا فين؟ احنا نادي يعني بعد ما بدأنا نقف على رجلينا بنتدمر. يعني اتدمرنا. انتوا كنادي اهلي ما بتتعرضوش لنفس المشاكل اللي بيتعرض لها نادي الزمالك. نادي الزمالك طول عمره في مشاكل وفي دوامات. عمري ما شفت النادي الاهلي بيتعرض لنفس المشاكل بتاعه نادي الزمالك. انا عشان اقول لك انا فين انا ما بروحش كاس العالم للانديه ليه؟ لان ما فيش منافسه. ما باخدش افريقيا. ما عنديش المقومات وما عنديش الامكانيات وما عنديش حد بيحط لي البزازه فوقي زيك وبعمل اللي انا عايزه ولا بتتحاسبوا ولا يعني ما فيش حساب. انما الحساب كله عند نادي الزمالك. وكل حاجة متوفرة لك دولارات بتلاقي مش عارف ايه بتلاقي تأجر ملعب وترجع يعني تأجر تخلي يأجروا لك ملعب وترجع تقول لا انا مش عاجبني الملعب ده وخلاص مش مشكلة فلوس اللي راحت. بتجيب لعيبة وتمشيها وبتديها عقودها كاملة وبتفسخ التعاقد عادي شغال محدش بيحاسب بقى كله شغال. لما تيجي عند الزمالك مشاكل 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 مشاكل. مجلس راح مجلس جه. حجز على الأرصدة إيقاف قيد. يعني الزمالك لحد الآن مش عارف يوفر 1.5 مليون عشان يدفعهم عشان يفك القيد. إنما النادي الأهلي لو احتاج 10 20 مليون دولار على طول بيحضروا بيحضروا وقتي. إنما الزمالك في أزمة. في أزمة في الدولار مش هينفع لا ما ينفعش. ما ينفعش الزمالك كده يبقى زي الأهلي. إنما لو في عدل وفي تساوي لو أنت في نفس مشاكلي لو أنت بتتعرض لنفس مشاكلي وبتروح كاس العالم للانديه وبتاخد افريقيا وبتاخد الدوري وانت في نفس مشاكل اقول ده انت النادي الاهلي نادي كبير نادي ما بيفرقش معاه اي حاجه. نادي ما عندوش نادي عنده نفس الازمات بتاعتي بس نادي كبير ولعيبته كبيره. انما انت مريح. كل حاجه يعني كل حاجه يعني متريحها لك صح. انما طول ما في مشاكل طول ما في ازمات في نادي الزمالك عمر ما يبقى فيه منافسه عشان الجماهير الاهلي بتسال انتوا فين من كل ده وانت فين. ما انا ما عنديش نفس نفس اللي عندك عشان تقول لي انت فين. انت بجح. انت بجح. انت ما بتتعرضش لربع المشاكل اللي بيتعرض لها نادي الزمالك. انت ما بتتعرضش لكده. ولما بنطلع نتكلم ما بنتكلمش عشان احنا ما نقولش احنا فين. والزملكاويه الحلوين اللي عاملين نفسهم زملكاويه يطلعوا يرقصوا ويهللوا للاهلي ويهللوا مش عارف ايه عشان المشاهدات وعشان مش عارف ايه. انت وهو ما تطلعوش تقولوا انتوا زملكاويه. يعني انت وهو يلي بتطلع تفشخر في النادي الاهلي وتنعظم في النادي الاهلي ما تطلعش تتكلم. ما تطلعش تتكلم عن الزمالك وقول انت اهلاوي. انت اهلاوي وعامل نفسك زملكاوي عشان الناس تتعاطف معاه. اقول زملكاوي محترم بيتكلم عن النادي الاهلي حلو بيتكلم عن مش عارف ايه. ما هو لو في منافسه عادله وفي عدل في المنظومه
عمري ما هاطلع أهاجم في النادي الأهلي، عمري ما هاطلع أغلط في النادي الأهلي، عمري ما هاحقد على النادي الأهلي، إنما ما فيش عدل. طول ما فيش عدل، طول ما يبقى في الحقد ده، طول ما هيبقى في الحقد ده. إنما الزمالك لو اتوفر له كل الإمكانيات اللي بتتوفر للنادي الأهلي، استحالة النادي الأهلي يبقى طاير لوحده كده، استحالة، استحالة لو في منافسة عادلة. ده الزمالك خد 2 دوري ورا بعض، قال لك ده عشان الأهلي كان وِحِش، الأهلي كان وِحِش فالزمالك خد الدوري. الزمالك خد الدوري 2 دوري ورا بعض، قال لك عشان الأهلي وِحِش. إنما الأهلي لمّا ياخد 43 دوري بيبقى بمجهوده، سبحان الله بمجهوده. هنقعد نهري وننقد كتير وهنتكلم كتير في المواضيع دي وما فيش فايدة، برضه في الآخر لو قُلت له كل الكلام ده يقول لك أنا باروح كأس العالم للأندية ومركز تالت وتالت العالم. والله ما عارف الواحد يقول لهم إيه.